السلام عليكم. اليوم راح نسوي كوبة حلب أو كوبة التمن. بهارات الحشو: ملح ملعقة كبيرة، وكاري ملعقة وسط، ثم طحون نفس الملعقة الوسط، فلفل أسود، وعندنا قرنفل ودارسين ملعقة صغيرة، كركم ملعقة وسط، وهيل. البصل عندي مثروم ناعم. الطاوة بيها زيت نخليها على النار، والبصل أول شي حنحمسه إلى أن يذبل ويتحول إلى اللون الذهبي ونقلبه. عندي 1/4 كيلو لحم مثروم بيدهن طبعا، أحمسه ويا البصل إلى أن يتغير لونه، وهذا ورا ما يتغير لونه أخلي البهارات، أول شي الملح وبعدين باقي البهارات. نقلب المواد زين، وبعدين نقبغه على مود اللحم ما يصير بيه تكتلات، يصير قطع صغيرة هالشكل بهاي الطريقة. ورا ما انحمس زين عادي أخليه بصحن وأخليه بالثلاجة. التمن عندي حبة قصيرة أو تمن مصري، استخدمته بطبخة اليوم، كوبين غسلتهم ونشفتهم من المي بدون تنقيع. والبطاطا 2 حبة بطاطا مقطعة بأحجام كبيرة، لأن هاي حتنهرس بعدين. هنا من يفور المي عاد أخلي الملح ملعقة أكل ونص، والكركم 3 حبايات هيل أخلي وياه، ريحة وطعم طيب. هنا من يريد يفور عاد أخلي البطاطا، يعني هاي الخطوات ضرورية. لازم يفور المي، يلا تخلون البطاطا تاخذ لها فورة فورتين، يلا نخلي تمن فوقها. هنا البطاطا من أخذت لها فت فورتين، بس أشيكها يعني هالشكل، أشوف السكينة سريعة تفوت بها عادي، فهسه أقدر أخلي التمن عليه هالشكل. أخلي التمن هم ياخذ له فورة فورتين. هنا أشوف التمن، شوفوا تقريبا استوى، اختبر شلون ينهرس بيدي بسرعة. هسه أطفي على الطباخ وأصفيه. هسه نصفي التمن. هسه بس شوية يبرد، يلا نعجنه. هنا بدينا مرحلة العجن. شوفوا عزلت البوتيتو واحد على مود أهرسها، يلا أهرس التمن وياها على مود لا يصير بيه تكتلات مال بطاطا. هاي الطريقة أسرع وأنسب إلكم اللي ما عنده ماكينة، بس اللي بالماكينة لا كلها نخلط نسويه ونخليها بالماكينة وماكو مشكلة، بس هاي الطريقة أحسن لكم. وبعدين شوفوا العجن، وأبلل إيدي بالمي. شوفوا هنا أنا على مود لا يلزق ويسهل لي عملية العجن بسهولة. شوية نبلل إيدينا مو هواية هالشكل، إلى أن أحصل العجينة لينة ملمسها لين وسهلة إنه أحشيها. هنا نبدي بمرحلة اللف، سهلة وبسيطة. نكورها أول شي، بعدين شوفوا بالإصبع هالشكل. يعني وأهم شي إنه ما تكون سميكة، يعني نحاول إنه نفتحها هاي العجينة قدر المستطاع، وهالشكل نغلقها ونضغط على الأطراف تطلع عنا بهاي الطريقة. أنا سويت لكم نوعين، النوع المدور والنوع الطولاني، على مود يعني تتعلموا هاي الطريقة اللي ما يعرفوها، واللي يعرفوها خير على خير. العجينة طبعا أنا فتحتها بالزيت لأنه لسببين. أول شي السبب الأول إن أنا لابسة جفوف، فمن أفتحها بالمي راح تلزق بيدي. والسبب الثاني اللي انتو راح تستفادون من عنده، من تفتحوها بالزيت أو بالدهن لما تجون تفرزوها بالفريزر
ما راح يتجمع عليها ثلج. حتى لو جمع الثلج من تريدون تجون تقلوها ما راح تكون مشبعة بالمي وتصير سهلة عليكم. نكمل كل الكمية اللي عندي. أنا قلت لكم كوبين تمن، فالكوبين تمن سوى 28 كوباية بالضبط. وتريدون إذا تزيدون التمن البطاطا هم نفس الحالة، يعني كوبين تمن أنا خليت حبايتين بطاطا، 4 أكوابة تصير 4 حبايات بطاطا وهالشكل. لاحظوا بالعجينة أنا ما خليت نشا نهائيا، وهم راح يطلع مقرمش. ورا ما خلصت الكمية حبدي أقليها. الطاوة حارة وبيها دهن وأبدي أقليها. شوفوا شلون دا أحركها بيدي، دا أشوفكم إنه هي ما تلزق بالطاوة، وهاي للفرز كلش حلوة. وهاي كانت طبختنا اليوم، وسهمكم العافية. باي باي.